قلبي مامي حبايبي حبايبي يا بنتي. حب اختك يا بنتي، حب اختك، حب اختك. صباح الخير. طبعا في رمضان الساعة 8 الصبح المجنونة اللي صاحية بدري دي حزار فزار كان عندي ايه؟ كاتش. الله ينور الشلة. مسكنا 8 كلاب تقريبا، 6 منهم بنات. ال6 دول كل خلفتهم اتداسوا بالعربيات واتهرسوا وماتوا. حصل موقف غريب قوي ان انا في كلبتين كنا بناخدهم من عند بنزينه، فالناس اللي هناك بيقولوا انتوا هتعملوا فيهم ايه؟ فشرحت لهم قلت له كذا كذا. راح قال لي طب احنا مش عايزينكم ترجعوهم تاني. فبقول له ليه؟ بيقول لي دول قرفنا وبياكلوا في الزرع وبيبوظوا في الزرع. فقلت له طيب انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اكبر مشكله بتواجهها معاهم غير موضوع الزرع؟ راح قال لي ان هم كتير وبيقعدوا وسط العربيات في البنزينه. قلت له طيب يعني انت مشكلتك الاساسيه ان عددهم كبير، فبالتالي احنا الحل العلمي والانساني ان هم ما يخلفوش. احنا دلوقتي خدنا 2 بنات دايما بيخلفوا. قلت له مش دول كل 4 شهور بيجيبوا لكم خلفه والخلفه بتملى عليكم المكان وفي الاخر بيداسوا بالعربيات وبيموتوا؟ قال لي اه. قلت له طيب دول لما يتعقموا ويطعموا سعار مش هيبقوا قاعدين هنا، هياخدوا جنب وهيبقوا في حالهم ومش هيضايقوكوا؟ قال لي اه. قلت له طيب يبقى المشكله ايه؟ قال لي الزرع. قلت له طب يعني بغض النظر عن الزرع انت شايف في حل تاني ايه نقدر نعمله؟ راح قال لي ما ينفعش تاخدوهم تحطوهم في اي صحراء. قلت له انت عندك ان احنا يومين في صحراء وما يلاقوش اكل كده انت هتبقى مرتاح ضميريا؟ راح قال لي اه لا عندك حق. فالمهم بعد مناقشات كتيره لقيته وانا طالعه بعربيتي راح بيصورني. فرحت له انت بتصورني ليه؟ يعني انت لو قلقان مني هات الانستجرام اوريك الاكونت بتاعي على الانستجرام وشوف انا بعمل ايه. لا 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 انا مش قصدي، لا لا انا مش عارف ايه، انا بس بطمن، اصل في ناس بيودوهم لمحلات الكباب والكفته. قلت له لا دي قصه تانية واكيد مش احنا. قال لي انتوا تبع هيئه الكاتشر والمؤسسه اللي انا بعقم معاها دي جمعيه مترخصه، بس انا شخصيا انا متطوعه، انا كل اللي بعمله اني بلم الفلوس واعقم الحيوانات علشان مصلحتهم، عشان مش كل يوم وانا نايمه في بيتي الاقي ناس بيكلموني الحقيقه منى في كلب مخبوط، الحقيقه منى في جرو مشلول، الحقيقه منى في مصيبه سودا في الكلاب تحت بيتك. فانا بريحهم وفي الاخر الرساله اللي عايزه اوصلها ايه؟ دي انهم يبقوا 4-5 كلاب بالكتير في المنطقه عايشين مرتاحين نايمين واكلين شاربين، ما بيعملوش مشاكل، ما بيخلفوش كتير، ما نلاقيوش الجراوي مولوده في الجراج الناس بتشتكي منهم، قاعدين خلاص اتعقموا وعايشين بيحموا لنا المنطقه. هو ده بيهوهو على عربيه غريبه، بيحموا لنا المنطقه من اي حد غريب وبس على كده وشكرا مفيش مشاكل. يا جماعه والله انا نفسي بجد ان انا ابقى قاعده في بيتي كل اللي فارق لي قططي اللي في البيت وشكرا على كده. نفسي ان انا ما بقاش قاعده مشيله نفسي هم وحمل الكلاب اللي في الشارع، لان لو انا ما شلتش حملهم ما هو مين اللي هيشيل حملهم؟ مين اللي هيشيل همهم؟ مين اللي هياخد باله من المشاكل اللي بتحصل بسبب كترهم وبسبب عددهم؟ ومين اللي هيشيل مسؤوليه انقاذهم لما بيتخطوا وبيموتوا وبيتشلوا وبيحصل لهم حوادث؟ انا نفسي ان كل ده يخلص، ونفسي ان ده يخلص عشان انا اقعد في بيتي ابقى انا كمان مرتاحه وهم يبقوا قاعدين في الشارع ابقى مطمنه عليهم ان هم مرتاحين. فانا ليه بعمل كل ده؟ اكيد عشان انا مش واحده فاضيه ولا واحده مش لاقي حاجه اعملها ولا واحده مرفهه ولا واحده معايا فلوس زياده، انا ولا حاجه من الحاجات دي. انا بس واحده ماشيه ورا ضميري وماشيه ورا احساسي وماشيه ورا هدفي في الحياه، وهو اني انشر توعيه الرفق بالحيوان وكمان اقدم حلول. انا هدفي الاكبر اني اوري الناس الحلول. انا بعترف ان في مشاكل، انا بعترف ان احنا عندنا مأساة بسبب عدد الكلاب، ومش عشان انا بحب الحيوانات هروح اقول للناس اللي ما بتحبش الحيوانات لا استحملوهم او تقبلوهم غصب عنكم. لا، انا بقول لكم ان في حلول، والحلول دي احنا بنعملها. وايه هي الحلول؟ التعقيم والتطعيم.